مين بتعتبريه الكبير في مجال الاغنيه الشعبيه؟ احنا عارفين طبعا في مجال الاغنيه الشعبيه في عمالقه في مصر، الفنان الكبير محمد العزبي، محمد رشدي، عبد المطلب، عدويه، ناس كتير جدا قدموا الاغنيه الشعبيه وكل واحد قدمها بطعم ومذاق مختلف. طبعا. مين بتعتبريه الكبير؟ مين بتعتبريه الاسطى المعلم؟ كل واحد كبير في منطقته، كل واحد معلم في منطقته، وكل واحد اثبت ان هو كبير في الحته دي. فما اقدرش يعني هقول لك مين، عشان لا بالعكس كلهم كانوا كبار في حتتهم. اجابه دبلوماسيه. لا خالص، بس بالعكس نجم عدويه كان كبير في حتته، نجم محمد رشدي كان كبير في حتته، عبد المطلب كان كل واحد كان كبير في حتته، فما نقدرش ننكر اي فضل الناس دي، لانهم عملوا كل واحد عمل اضافه، كل واحد كان ليه بصمته، كل واحد ليه شخصيته في شغله، فلازم يبقى كبير يحترم طبعا. طيب جميل. حديث الصباح والمساء كان اعتقد ان هو اول تجربه في مجال الدراما التلفزيونيه، وكان مع نجوم كبار، ليلى علوي، خالد النبوي، وغيرهم من نجوم الدراما التلفزيونيه كانوا في المسلسل، وانت كان ليكي دور مهم جدا في المسلسل. كلمينا عن التجربه دي، ازاي كانت النقله وازاي قدرتي تقتحمي عالم التمثيل؟ والله هقول ان موضوع التمثيل ده جه صدفه، وانا بحترم هذه الصدفه قوي، لان بقول ان حديث صباح والمساء ده دور عمري. قولي لي يا جوهر، خدام التراب رجليك. ليه؟ ليه انا بالذات؟ مش سيدي وتاج راسي. عشان اتجوزتك. صدقني يا سيدي، انا مصدقه روحي. اقول ايه النعيم اللي مغرقني فيه ده، ويا ترى استاهله ولا الشيطان مزيل لي دنيتي قبل ما يلعب بيا لعبته؟ عدوت انا من حواديد الاوادم، ولا علم ووعد كتبهولي ربنا؟ الله 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 الله، احلى كلام سمعته وداني من يوم ما اتولدت. ايه اللي قلتيه ده يا جوهر؟ لساني نطق على اللي في قلبي يا سيدي. ليه سموكي جوهر؟ وليه سموك داوود؟ قصدي سيدي داوود ينقطع لساني. بتحب فيا ايه يا جوهر؟ تسألني يا سيدي. بتكلم بجد، بتحب فيا ايه؟ ان قلت حنيتك اقول ايه عن طيبة قلبك، ولا اقول ايه عن شهامتك، ولا نفسك اللي ما بتعلاش على الفقير والمبتلي ربنا ينفخ في صورتك ويديك على قد نيتك يا سيدي وتاج راسي. جوهر